هذا البرنامج يأتيكم برعاية المركز التجاري لو غراند توب شوب. وكالة لبيك للسياحة والأسفار، إلى جانب خدماتنا الراقية واختصاصنا في الحج والعمرة، نقترح عليكم وجهات سياحية متعددة بعروض مغرية: تونس، تركيا، المغرب، شرم الشيخ، ماليزيا. كما تقدم وكالة لبيك خدماتها في بيع التذاكر واستخراج التأشيرات. لبيك أحب إليك. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في هذا العدد الأخير من برنامج على الفطرة في موسمه الثاني، ونرحب أيضا بكل الحضور معنا من مشاركين ومساهمين، وطبعا لجنة التحكيم التي تشرفنا في هذا اليوم، الأستاذ والخبير الاقتصادي فارس مسدور، أهلا بك. مرحبا أختي. والأستاذ في الشريعة وعلم النفس علي بوناب، أهلا بك. أهلا بك وسهلا. إذن كما كنتم تتابعون خلال شهر رمضان الفضيل، شباب على الفطرة خاضوا تجربة جديدة في العمل التطوعي، كان نتاجها مبادرات ومشاريع خيرية بفريقين، فريق نقي حومتك وفريق عون. قبل أن نبدأ في الحوار مع ضيوف، أولا نتابع حوصلة حول مشاريع أو مشروع الفريق الأول، فريق محمد وياسين، ومشروع نقي حومتك. مشروع الفريق الثاني كان مشروعا بيئيا، خاصة وأن شباب هذه المجموعة محمد وياسين منخرطين في جمعية سيدرة التي تهتم بدرجة كبيرة بالمحافظة على البيئة والمحيط، فحمل المشروع اسم نقي حومتك، والهدف كان ترسيخ المواطنة الفعالة وتوعية السكان بضرورة الاهتمام ببيئتهم والاعتناء بمحيطهم. البروجي تاعنا كما على بالكم باللي حابين حنايا نديروا في هذا الموسم الثاني من برنامج على الفطرة، حبينا نديروا لجنة حي تطوعية اسمها، باش نعاودوا نديروا تهيئة الأحياء، نعاودوا نديروا باش ندخلوا الثقافة تاع التطوع في عقلية الناس، يعني المجتمع الجزائري. اجتماعات متكررة كان نتاجها نشاطات مختلفة لشباب نقي حومتك، شاركهم إياها شباب سيدرة، كانت أهمها القيام بعملية تنظيف وتهيئة لبعض الأحياء بالعاصمة. نقول لكم فكرة تاع المشروع تاعنا هذا اسمه نقي حومتك. الفكرة أساسها أنه نجوزوا حومة، قال اليوم تجينا عندكم غدوة واحد حومة واحدة أخرى الله يسلمك بها، ولا الفكرة هي أن نقوم بتنظيف وتهيئة الحي. إن شاء الله فيها خير. المبادرة هذه صافي بليزير كي درتوها في حومتنا. هذا العمل تطلب مشاركة جهات ومصالح محلية مختلفة، فعمل الشباب على دعوة كل الأطراف والعمل معهم للوصول إلى نتيجة مرضية. البداية كانت من بلدية بلوزداد التي فتحت مصالحها الباب أمام الشباب وتعاونت معهم رفقة مصالح مختلفة تعنى بالعمل البيئي، ثم جاءت خطوة اختيار الأحياء والبدء في العمل على أرض الواقع. الحمد لله، يعني اليوم من الصباح الباكر يعني كانوا الشركات من عمال البلدية أسرول وغيرهم من الشركات اللي كانوا اليوم متواجدين من الصباح الباكر مع سكان الحي باش ان شاء الله يبداو في عمليه تنظيف الاوليه لهذا الحي. لازم شغل تكون هناك شويه وعي بيئي، انه كي نرمي راح ندر نفسي وراح ندر جاري، دونك حنا ماذا بينا شغل كل السكان سواء في هذا الحي ولا في كل الاحياء ماذا بينا شغل يحسوا ببعضهم ويفهموا باللي المحيط ديالهم تما اذا وسخ تما يوسخ له. نقطة أخرى مهمة ركز عليها فريق نقي حومتك هي عملية التوعية والتحسيس، مست كل فئة المجتمع، نساء، رجال وأطفال. التجاوب تاعهم كان بزاف ايجابي، شغل كاع يطلبوا لنا يفتحوا لنا الباب، شغل كاع يتفاهموا كونترير، شغل شجعونا قال لك مليح هاديه، وهما ثاني ماذا بهم تما الحاله تكون نقيه ويعيشوا في ان كارتي بروبر كما نقول لك في حومه نقيه، وكاع تما وعدونا قال لك بليك ان شاء الله رايحين شغل يشاركوا تما ويسونسيبيليزيو هما دراري في التربيه في بزاف عفايس. ولأن طريق نجاح مليء بالعقبات والخيبات،
واجه فريق نقي حومتك عدة مشاكل خلال تجسيده لهذا المشروع، إلا أن الإرادة كانت أقوى من كل شيء، والعزيمة على التغيير هزمت كل ما يمكن أن يؤدي للفشل. الحاجه اللي تفرحك بزاف هاد الدراري اللي رانا نشوفوا فيهم معاونوا فينا، للاسف غياب بعض السكان علينا، يعني كاين غياب كبير، يعني سورتو جهه الشباب نشوفوا باللي الاطفال هما اللي راهم يعاونوا فينا اكثر. كاين اهمال من بعض السكان، يعني نحاول نحن نقيو بالجمعه نعاودوا نولوا الجمعه اللي موراها نلقاو شويه الحاله ما نفس الشيء، يعني هذا مشكل. ان شاء الله في احياء اخرى نكملوا المهمه نتاعنا، ودائما ان شاء الله تكون نقي حومتك والشعب الجزائري كامل ينقي حومته ان شاء الله. هذه الرسالة لازم توصلهم، لازم إذا الشعب يقول لك باللي الشعب هو يوسخ، ألوغ هو الشعب وشغل ما كاين شعب واحد آخر، ما كاين شعب واحد آخر يجي من برا ويوسخ، سما أنت راك توسخ. لقينا يعني من خلال هذا المشروع لقينا نوعين من الناس، النوع اللي يشجع ويقول بلي مبادرة مليحة، والنوع الثاني اللي يثبط ويقول بلي راكم تعيوا في راحكم. لكن الرسالة اللي لازم نوجهها لهم هي أنه إحنا ما حش نفشلوا، وإحنا رايحين نستمروا بإذن الله. يعني انا نشوفوا باللي راهم في مستوى مليح بزاف. انا نشوفوا هنايا سلات المهملات هم معلقينهم في الشجر باش الناس ما تلقى الاماكن اللي ترمي فيها. يعطيهم الصحه بالبزاف ان شاء الله. ربي ان شاء الله الاحياء الاخرى ثاني دير بنفس المنوال وتمشي بهذا المثال ان شاء الله. جانب آخر من العمل التطوعي البيئي سلط عليه الضوء هذا الفريق، ويتمثل في التوعية والتحسيس بضرورة احترام عمال النظافة ومشاركتهم مهمة المحافظة على البيئة وتجميل المحيط. فكانت للفريق فرصة التقرب أكثر من هؤلاء العمال ونقل صورة حقيقية واضحة ومؤسفة في نفس الوقت للمواطنين. صورة جميلة على الحي تاعنا، نقوم بشوية ديال تضحية يعني بسيطة، انك ترفد الكوب تاعك ولا القارورة تاعك تروح ترميها في لابوبال، ماشي حاجة صعيبة. كان خويا هذا الانسان ويتعب باش ينقيها لنا باش نفرحوا بها ونواسيوها، ومنين يواسوا ينظفوا الحالة، وحنا رانا هنا في خدمة الشعب. نقولوا للمواطنين يردوا بالهم، هذا راهو عامل كما او يدير في مهنه كما كل المهن، نخموا عليه ثاني. بارك الله فيكم. حقيقه الانسان يبقى حاير وسط الزريعه والسجائر. هذه المبادرة لن تتوقف، والشباب سيسعون كل يوم لترسيخ قيمة التطوع من أجل البيئة والنظافة وتجسيد مشروع فكرته اختصرت في كلمتين فقط: إذن كما تابعتم مشاهدينا الكرام، كان هذا مشروع فريق نقي حومتك. أولا نبدأ بالأستاذ فارس مسدور، ما رأيك في حوصلة والله شوفي، بالنسبة للمشاريع التي تعرض أمامنا، نحن نتكلم عن مشاريع نموذجية من خلالها نحاول أن نزرع ثقافة الخير الواسعة وليست ثقافة الخير الضيقة التي ترسخت في عقول الجزائريين. الكثير من الناس لا يفهم بأن نقي حومتك هو جزء من خير عظيم علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بصحيح ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظف فناءه وفناء جار اليهودي الذي كان يؤذيه. احنا الآن مسلم قدام مسلم ما ينظفش، يقول له ننقي غير في باب داري، وإذا كان قدام باب داره راهو أمر عظيم جدا. فنقول للناس إن هؤلاء الشباب أرادوا أن ينقلوا لكم رسالة راقية جدا تقول إن نظافة الحي جزء لا يتجزأ من السمة اللاصقة بالمسلمين، وأن المسلمون أصلا هم أهل الطهارة والنظافة. فإذا لم يكن كذلك فلا بد أن نراجع حالنا مع الله وحالنا مع هذا الدين الذي ننتمي إليه. وبالتالي أنا أقدر الجهد الذي بذله هذين الشابين في تنظيف حومة الآخرين. لو كان حومتهم معليش قال راحوا الحومة نتاعهم نظفوها، لكن ذهبوا إلى الآخرين وحفزوهم وحثوهم على نظافة أحيائهم، على أمل أن ينتقل هذا العمل من عمل 2 من الناس
إلى عمل الجزائريين بكاملهم ليكون ثقافة مترسخة فينا بإذن الله. نعم، شكرا أستاذ. سلمك. قبل أن نكمل الحديث مع لجنة التحكيم، أكيد ياسين ومحمد هم أصحاب صاحبي المشروع. أولا ياسين، قمتم بتتبع خطوة معينة يعني من أجل إتمام هذا المشروع. نعم، احنا كما اتفقنا كان سبق وحضرنا لهذا المشروع، كنا رسمنا يعني خريطة عمل، رغم أنها يعني كان فيها بعض التغييرات من خلال العمل الميداني، تغيروا الكثير من الأمور تغيرت، لكن أتممنا العمل. يعني ما هي أهم يعني نقطة ركزتوا عليها؟ هي أنه سننظف هذه الأحياء ونهيئها، وأيضا نقوم بالتحسيس، لأنه شفنا أنه التحسيس هو أهم شيء. إلا إحنا شغل نقينا هذيك الحومة ومن بعد غدوة عاود صار نفس الشيء كلي ما درنا والو. صحيح أن الاسم كان نقي حومتك، لكن شعارنا كان نقي قلبك، يعني ابدأ بنفسك، نقي قلبك، نقي عقلك، ونقي حومتك. يعني نعم. أن المسؤولية مسؤوليته هو. أكيد مسؤولية الجميع. نعم. بما فيهم أيضا يعني مصالح البلدية. محمد، كنتم تعاونتم مع بلدية بلوزداد، يعني كيفاش كان التعاون؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هو مشروع نقي حومتك هو ابتدأ من فكرة، يعني من مشكلة في المجتمع تاعنا، ومشكل النظافة. يعني ديننا وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم دائما نهضروا عن النظافة، والنظافة من الإيمان، دائما نهضروا عن النظافة، ولكن كي نمروا في الشوارع دائما نلقاو نفس المشكل تاع النظافة. فكرنا أنا وخويا ياسين في هذا المشروع تاع نقي حومتك باش نسيو كيفاش ندخلوا في تفاصيل المشكل ونسيو نحلوه. واش درنا؟ رحنا الأطراف مشغول باش ندخلوا اطراف متنوعه. عندنا الكوتي تاع البلديه، اللي عندنا الشباب يعني تاني تاعنا اللي لازم عنده دور في التنظيف، وعندنا حتى الناس اللي مثلا اصحاب ارباب الاموال ولا تاني عندهم دور في هذه الحمله التحسيسيه. الناس تشوفوا حاجه صغيره انك تنظف حي، ولكن هو مشروع اللي يدخلوا فيه اطراف متنوعه. والحمد لله يعني تعاملنا احنا في بلديه بلوزداد مع بلديه بلوزداد اللي يعطيهم الصحه بالبزاف اللي وقفوا معنا. جمعيه سيدرا اللي عندها دور مهم يعني في المجتمع، الجمعيات عندهم دور مهم يعني يعطيهم الصحه ثاني. يعني نروح من الفكره تاعك الى الاستاذ علي بوناب. يعني عندك سنوات طويله في العمل التطوعي، يعني الجمعيات الخيريه ليست فقط التي تساعد المحتاجين وتساعد الفقراء، ليس فقط من خلال الغذاء او الألبسة أو ما تقدمه من احتياجات أخرى، ولكن أيضا من أجل البيئة ومن أجل نظافة المحيط. والله يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحراك الخيري الذي كنا نستمع إليه من خلال الشباب في جمعية سيدرا ضرب أمرين أو أخذ أمرين، البعد السوسيولوجي والبعد السيكولوجي. البعد السيكولوجي أن الشباب يصبح له يشعر من خلال نعمة العطاء فيما رأينا في هذا المشروع أنه موجود، أنه له تقدير مقام يعني الاجتماعي. والأجمل من هذا أنها في البعد السيكولوجي والسوسيولوجي يصب في البيئة التي عادة نحن الجزائريين كما كان يقول يعني الشاب قبل قليل أننا قد نهملها، لكن بهذا الحراك الخيري، بهذا السلوك المتحضر، بصناعة هذه النماذج، انظروا إلى هذا الفعل الاجتماعي الذي يصب في البيئة الجميلة كجمال شبابنا الواقف عندنا في هذه الحلقة إن شاء الله. نعم. أستاذ فارس مسدور، يعني أنا كنت في متابعة دائمة لمشاريع الشباب. هناك مشكل يعني يطرح نفسه يوميا ودائما في مثل هذه المشاريع والمبادرات الخيرية. نحن نعرف أن التمويل هو أهم شيء. يعني كما كان يتحدث محمد، تنظيف حي ليس بالأمر السهل أو الأمر الهين. يعني إذا لم تشارك مصالح البلدية في تنظيف ذلك الحي، يعني سكان الحي يحتاجون إلى وسائل، يحتاجون إلى عتاد من أجل عملية التنظيف. الشباب يعني شباب الفريق الأول أو الفريق الثاني يعني تنقلوا إلى يعني مساهمين أرادوا أن يعني يمدوا لهم يد العون من خلال المشاركة بالمال. نعم. دائما هناك خلل في الثقة أو عدم ثقة في مثل هؤلاء شباب، يعني يخافوا، يقول لك أنا نمد له دراهم، يروح يعني يوجههم لطريق آخر وليس طريق الذي قصدني من أجله. ممتاز. أولا نحن لا نحتاج إلى المال من أجل أن نفعل الخير. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: ابتسامة في وجه أخيك صدقة. أنا أقول لهم: أنتم لا تحتاجون إلى المال من أجل أن تشتغلوا، ولكن إن وجد المال فإن العمل يكون أجود وأرقى
وأنقى وأدوم. ولكن رجل الأعمال في بلادنا لابد أيضا أن نغير ثقافته. الرأسمالية الآن اكتشفت بأنها كانت جشعة، فماذا أدخلوا ما يسمى المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات. يعني كل مؤسسة تحقق أرباح، جزء من أرباحها تفعل به شيئا لمحيطها. فالآن نقول لهم أنتم مطالبون بأن تبدأوا بحملة قوية جدا لزرع فكر المسؤولية الاجتماعية في رجال أعمالنا من خلال أول نموذج أنجزتموه، هذا الحي النظيف، ليكون دليلا قويا لهؤلاء الذين لديهم المال لتمويل أحياء كثيرة جدا بإذن الله. نعم، شكرا لك أستاذ. مشاهدينا الكرام، سنتعرف أكثر على أصحاب مشروع نقي حومتك محمد وياسين في هذا البورتري، ثم نعود. السلام عليكم ومرحبا بقناة البلاد في الدار البيضاء. أنا جار محمد تيضم، إنسان طيب هو وما يحبوه كاع في بلاد حومة. يدير بزاف لي عمل خيري هادو، يعاون بزاف الناس. ما حنا ولاد حومة كينسحقوا حاجة يعاوننا. خطانا إذا مضت للدرب واثقة فإن العزم يعصمها من الكلل. العمل التطوعي في حياتنا يعني الحمد لله بدا في 2009 في ايامات الجامعه، يعني مع الشباب مع الاصدقاء اللي كانوا يقراوا معنا. كان الهدف تاعنا يعني مع الاول انه نساعدوا الفقراء والمحتاجين والمرضى. بعد كبر الحلم والحمد لله نوينا باش ننشروا العمل التطوعي في الجزائر ككل. لقينا استجابه من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر يعني في القنوات كانوا يتفاعلوا معنا بزاف، لي ريبورتاج كنا بدنا نديروا حملات بزاف باش الناس تتفاعل معنا. العام اللي فات كانت عندنا الفكره تاع الفطره، قمنا بتجسيدها الحمد لله مع قناه البلاد على يعني 8 حلقات فقط، يعني كانت لنا باش نحاولوا نغيروا في هذا المجتمع. هذا العام ان شاء الله يعني حبينا باش تكون اكبر يعني انتشار واكبر يعني فعاليه ان شاء الله في الموسم الثاني على الفطره. ولهذا اخترت انا وزميلي ياسين انه نخرجوا للميدان ونعملوا مع الشعب يعني مباشره، يعني نحاولوا انه نغيروا ما نغيروش نظريا على انه نصائح ولا عبر الشاشه. حبينا نخرجوا للميدان ونحاولوا نوصلوا الرساله بالفعل وليس بالقول فقط. نظام العيش يصنع توافقنا به نحيا حياه دونها خلل. عن المجال التطوعي بديت نشباب لأنه بديت مع المجموعات الخيرية. التحقت أول مرة بمجموعة شباب الرحمة، بديت في مائدة رمضان في قفة رمضان، ومن بعد مع الوقت مرت السنين وشفت باللي التطوع أكبر من أن يكون مجرد مائدة ولا مجرد قفة. الآن راني في عضو في جمعية سدرة، راني منسق مشاريع بالجمعية. الموسم الأول من على الفطرة كان تجربة رائعة جدا رائعة. أما في الموسم الثاني ارتأينا أن نقوم بأعمال أكثر يعني شغل تكون ملموسة في الميدان. فرحنا بزاف بهذا العمل التطوعي، النشاط اللي قوم به نفتخروا به، ويعني الحمد لله مطيع لوالديه بار بوالديه الحمد لله. توافقنا به
نقولوا الحمد لله، يعني ربي يقدروا على فعل الخير، وقولوا اعملوا فسيرى الله اعمالكم. نظام العيش يصنعه توافقنا به، نحيا حياة دونها خلال. إذا كان هذا محمد وياسين أصحاب مشروع نقي حومتك. نقي حومتك مشروع رائع، لكن أيضا لديه صعوبات. كيفاش يعني تلقيتوا هذه الصعوبات، خاصة يعني العمل الميداني؟ صحيح، كما سبق وذكرنا أسماء أنه تغير الكثير من الأمور، تغيرت خلال مرحلة التنفيذ والمرور إلى الميدان. منها كانت طرق أبواب الممولين مثلا، أين ما لقيناش بالضرورة ممول ليساعدنا في المشروع، وبالتالي سنستعمل مواقع التواصل الاجتماعي إن شاء الله. صحيح. محمد، ماذا بعد نقي حومتك؟ ماذا بعد هذا الحي يعني الأول، يعني مشروع يعني نقي حومتك بإذن الله، يعني كفكرة صغيرة بإذن الله. الحمد لله يعني مع مرور الوقت بدأت تكبر، ولات عندنا أهداف كبيرة إن شاء الله. نقي حومتك إن شاء الله حيتواصل وحيوصل بإذن الله لكامل الولايات. وحتتابعونا ان شاء الله بالك في الفيسبوك ان شاء الله، في صفحه نقي حومتك ولا في جمعيه سيدراء باذن الله. ان شاء الله. بالحديث عن جمعيه سيدراء معنا ممثل عن الجمعيه وكذا المكلف بالاعلام والاتصال لمين زلاقي، تفضل معنا. اولا قبل الحديث شباب على الفطره سيد كريمون، جمعيه سيدراء، الجمعية التي كانت مساهمة في هذا المشروع. نعم لمين، شكرا. كلمة لمين يعني بخصوص هذا المشروع لجمعية سيدراء، راهي يعني دائمة ومتابعة له. بسم الله الرحمن الرحيم. فجمعية سيدراء من بين أهدافها تكوين قادة شباب للمستقبل وللبلاد، واليوم جمعية سيدراء فخورة بقيادتها الشبانية محمد وياسين. فأنا اليوم شخصيا وبتمثيل من جمعية سيدراء فخور بهذين الشابين، وكذلك أشكر قناة البلاد التي منحت هذه الفرصة لإعطاء خاصة ولتغيير رؤى الناس. فهناك عمل خيري يقوم به الشباب لتطوير البلاد وتطوير المجتمع الجزائري. نعم شكرا لبين، شكرا ربي يحفظك. طبعا مشروع نقي حومتك لم يكن له ليكتمل لولا مساعدة كبيرة من طرف مصالح بلدية بلوزداد، وطبعا يحضر معنا محمد عمامرة نائب رئيس بلدية بلوزداد. نشكرك سيدي على الحضور، ونشكرك أيضا على كل المجهودات التي قمتم بها من أجل إنجاح هذا المشروع. طبعا شهادة تكريم يقدمها لك محمد وياسين، شباب نقي حومتك. محمد، كلمة في هذا يعني بالنسبة لهذا المشروع، بالنسبة لمساهمة البلدية فيه. بلدية محمد بلوزداد كانت كل يوم البيبان مفتوحة للشباب، وخاصة الجمعيات المهيكلة والغير المهيكلة. هذا المشروع واللي كيجاو به هاد الاخوه، حنا شجعنا باش نزيدوا نوقفوا اكثر، والبيبان مفتوحين، وبارك الله فيكم وبارك الله فيكم انتم. شكرا محمد، يعطيك الصحه. نطلب من الأستاذ فارس مسدود، لدينا تكريم خاص أيضا لمحمد وياسين، تفضل معنا. هذا لازم يكون أو من بعد حتكرموا. وأن يحفظكم إن شاء الله، توفيق إن شاء الله. هذه تاع محمد ما شاء الله، نسأل الله العظيم. المهم أنا بالنسبة لي هذا نموذج كما قلت، ولكن آمل أن يرتقي بدعم من رجال الأعمال أو بغيرهم، لأن المواطن قد يتكفل
بحيه، ولكن أن يكون هذا النموذج يتم إيجاد توأمات له على مستوى القطر الوطني، وأن يكون هذين الشابين قادة لهذا النموذج الرائع، وأن ترافقوهم كقناة البلاد وهم يخطون هذه الخطوات المتقدمة بإذن الله. إن شاء الله. ياسين محمد، بارك الله فيكم. شكرا. الله يرضى عليكم إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل فريق عون، تابعونا. منافسة برنامج على الفطرة في موسمه الثاني كانت بمشاركة فريقين. الفريق الأول اختار أن يمد يد المساعدة لفئات من المجتمع الجزائري في تأسيس عمل خاص بها، فحمل شعار عون في تجسيده لفكرته التي شملت 3 حالات. الحالة الأولى هي حالة ليلى، شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة لم تستطع الدراسة ولا العمل ولا حتى العلاج، تعيش رفقة والدتها فقط. على العام في الدار ويتحوس عليا هنا في الدار، ما نخرج بحسب نحوس ولا أي حاجة. تتبدل الحياة كامل، شغل تعاود تزيد من دارة وجديد، تعاود كلش من دارة وجديد، كلش يتبدل في حياتك وكلش صعيب. أحبت ليلى مهنة الخياطة وكانت تحلم بتأسيس عمل تستطيع من خلاله إعالة نفسها ومساعدة والدتها. وبعد وليت نخدم بيدي، كنت مع الأول كنت نخدم برودي بالعقل، نخدم برودي، ومن بعد وليت شبيكة براسي نرفد بالعقل حتى حبيتي هذه المهنة؟ حبيتها. أنا ماذا بيا تكون كنقول مصدر الرزق تاعي. نلقى صعوبات، نقدر ماشي غير صعوبات برك، بصح شغل ما نفشلش، نزيد نسير الحمد لله. إمكانية الخيط أنا ما عندي والو، أنا مسلفة ماشينا دفا كان واسع ماشي هكذا باش نخيط هكذا يدي فاه نخيط نبيع وندي طاي هكذا ما تكفيش. شباب فريق عون عصام ورؤوف قام بمساعدة ليلى من خلال اقتناء آلة الخياطة وما يصاحبها من مستلزمات وكذا لوازم الخياطة. تجربة الله يبارك، وكان كاين بزاف كيما هذو، بزاف كيما أنا يقدروا يخطوا لقدام، بس احنا بالنسبة لنا الخدمة شوية صعيبة، وهذيك شغل فرصة لي حبيت نستغلها أكثر ما يمكن، ونتمنى إن شاء الله نكمل لقدام إن شاء الله. الله يبارك كما عاهدوني وراهم يوفوا، ربي يسترهم ان شاء الله وربي يكثر من ثمرهم. كما انا الاعاقه ماشي اخر، ماشي كما نقولوا ماشي خلاص الباب تغلق خلاص، اني معوقه، اني قاعده في الدار، راني ما ندير والو. انا بديت ببرا وخير، عمري ما قعدت، عمري ما نشفاش باللي ملي صارت لي لاكسيدو ما نشفاش باللي ما خدمتش، نقبض بلاصتي ونخدم صافي. الاعاقه ماهيش إعاقة إعاقة المعوق في راسه. وما مادامك تتفكري ومادامك مش عارفة، مادامك تحبي تواسي اللي حبي يدير يكون عندك صباع واحد، المعوقة بداك صباع ديري بزاف صوالح. لازم لك إرادة. إرادة هي كل شيء. يعطيك الصحة. نحييك على الإرادة تاعك. الخطوة الثانية تمثلت في الترويج، حيث عمل شباب من أجل تسويق ما تخيطه ليلى من خلال الحضور في معرض خاص بالحرفيين بالتنسيق مع الفيدرالية الوطنية للحرفيين والصناعة التقليدية، فتمكنت ليلى من بيع منتجاتها وكسب زبائن جدد. أشكركم بزاف على ما قلتوا وفيتوا، وعدتوا وفيتوا، يعطيكم الصحة. أما الحالة الثانية فهي حالة سامية، امرأة مطلقة وأم لطفل. سامية أيضا لديها موهبة في الخياطة، وأمنيتها كانت تأسيس عمل يساعدها على إعالة أسرتها. نفس الخطوات قام بها شباب فريق عون، اقتناء آلة الخياطة، المستلزمات والترويج. يعطيكم الصحة اللي دعمتونا ووقفتوا معنا باش نكونوا باش نروجوا المنتوجات تاعنا للناس، باش يشوفوا حنا واش نقدروا نخدموا ونوصلوا الخدمة تاعنا للناس ويشوفوا
بلاد الجزائر واش يقدروا يديروا. أما الخطوة المهمة فكانت بفتح ورشة خياطة خاصة بها، حيث تم كراء المحل وتجهيزه بالآلات واللوازم ليتحقق في الأخير حلم سامية. والله سعادة ما نقدرش نوصفها. نشكرك أنت أسماء، وليتي أختي ماشي فقط مقدمة الحصة. نشكر رؤوف وعصام يعطيكم الصحة، ونشكر أي واحد ساهم في تحقيق الحلم تاعي ونجاح المشروع، يعطيهم الصحة وإن شاء الله يحسبهم في ميزان الحسنات. المرحلة الثالثة في مشروع عون كانت مع مصطفى، شاب من العاصمة يرغب في تعلم حرفة والعمل بها. شباب فريق عون وجدوا له مكانا مناسبا لطموحه، وهو ورشة لنجارة الألمنيوم. قلنا وش رايك في اسكرك موافق او لا تاخذ معنا هالتجربه؟ ان شاء الله حبيبي، نتكلوا على ربي ونشوف. نتكلوا على ربي فيها خير. فيها خير ان شاء الله. مصطفى الآن يخوض تكوينا في هذا المجال ليعمل به مستقبلا. رانا هنايا حنا نديروا اللي علينا، نقوموا بالواجب تاعنا، نعلموك واش نقدروا، وانت فوق تحت راسك برك هذا مكان وربي يكون في العون ان شاء الله. ونشكرك انت والبرنامج على الفكره. مشروع مشروع عون نجح في إعادة الأمل للمشاركين فيه، ومنح لهم فرصة من أجل تأسيس عمل خاص بهم يضمنون من خلاله حياة كريمة تغنيهم عن السؤال والحاجة. كان هذا مشروع عون، المشروع الذي قام به عصام ورؤوف. أولا رؤوف، تتحدث عن مشروع لديه 3 مراحل، كيف كان العمل؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله التي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله كانت بدايتها بداية مليحة، لأنه خدينا يعني مخطط عمل كان مليح في بدايته، أنه رحنا تلقينا يعني رحنا عشنا مع الأشخاص اللي سوف يتم مساعدتهم وتحقيق، ربما نستطيع القول أن تحقيق أحلامهم، لأنه عندهم يعني موهبة أنه يجب يعني يعني إظهارها في هذا المجتمع، يعني بتضافر يعني جهود والتوفيق من الله عز وجل. الحمد لله يعني. الحمد لله. أستاذ فارس مسدور، يعني هو مشروع ب3 مراحل ومس 3 حالات في المجتمع الجزائري. أول حالة كانت حالة ذوي الاحتياجات الخاصة، ونحن نعلم ما تعاني هذه الفئة في المجتمع الجزائري. ماذا نقول في هذا المشروع؟ ذوي الاحتياجات الخاصة الكثير منهم لديه قدرات خارقة في مجالات متعددة. أنت الآن كنت تقولين هي موهبة، ما رأيك لو أن هذه الموهبة صقلت بتكوين متخصص لاوت كوتور أو ما كان على شكلها؟ ستبدع حتما، مؤكد أنها ستبدع، لأن أشهر الناس في العالم الذين قدموا نماذج رائعة في الحرفة هم من ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا ما أعجبني من خلال يعني هذا النموذج أو مشروع عون هو أنهم استهدفوا ليس الأصحاء، إنما ذهبوا إلى من يحتاج فعلا إلى أن نقف إلى جانبه. هؤلاء يجب أن نوجه لهم صدقاتنا وزكواتنا ووقفياتنا من أجل أن نرتقي بهم إلى مستويات أفضل مما يعيشونه. أنا أشجعكم وأمد يدي إلى أيديكم. بارك الله فيكم. شكرا لك أستاذ رؤوف. في المرحلتين المتبقية من المشروع لدينا نفس الموهبة لامرأة مطلقة، الأخت سامية، هي غائبة معنا للأسف لظروف، نوجه لها التحية. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حالتنا الحالة الثانية هي الأخت سامية، فتحنا لها ثاني ورشة لكي يتوسع هذا العمل تاعها. وبالنسبة ثاني للحالة الثالثة هي أخ مصطفى، هي حالة شاب جزائري في عمره 21 سنة، ما عندوش عمل. هضرنا معه قلنا له فوالا اسكر قابل معنا يعني باش دير نجيبوا لك حرفه في يدك. قلت له نقدر ندخلك تخدم، لكن لا، قلت له انا حاب، انا وزميلي قلت له انا حاب ندير لك حرفه تبقى لك في المستقبل. ما شاء الله. حرفه تبقى لك في المستقبل، يعني وين تروح تطبطب يفتحوا لك الباب، لانه علاش عندك باش تقابل. الله يوفقك ان شاء الله. ربي يحفظك. استاذ علي بوناب، الجميل في هذا المشروع انه لا يقدم اعانه ماليه،
إنما يقدم عون فقط من أجل تأسيس عمل. يعني ما هوش يقول لازم تمد يدك ولازم دايما أنت قاعد وإحنا نمدو، لا، لازم تعمل، لأنه العمل عبادة أكيد. والله يبارك الله فيك على السؤال. ربما إخواني في الجمعيات توافقوني أن من إشكاليات العمل الخيري هي كيف يمكننا أن ننتقل من الهدف إلى المشروع. الأمر الثاني، كيف يمكن أن يكون المشروع مجسدا واقعيا موضوعيا، والأسمى من هذا وناجحا. لهذا نثمن الشباب على هذه الخطوات، أراها رائدة. علاش؟ لأنها استهدفت عينة ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث تصبح منتجة، المشروع أصبح منتج. لهذا نعزز هذه الأهداف ونعزز هذه النشاطات. هو يتكلم يقول خويا يختم، والله العظيم كلمات رائدة، والله العظيم الشعور يعني لابد أن يكون عبر قناة البلاد، يكون شعورا ننشره عبر شبابنا إلى شباب الجزائر، حتى نكون كلنا من أجل بعضنا ومن أجل بلدنا، فننتج في العطاء الخيري إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، سنتعرف أكثر على عصام ورؤوف في هذا التقرير ثم نعود. مسيرتنا الخيرية اللي راهي مدتها 5 سنوات، كانت الفكرة تاعنا هي يعني كانت فكرة مصغرة في بدايتها، ولكن مع مرور الوقت يعني كبر المشروع وكبرت الأهداف وكبرت الطموحات من أجل نشر هذه الرسالة الخيرية إلى أبعد الحدود. العمل الخيري هذا والعمل التطوعي جمعنا، عرفنا به ناس، علمنا يعني تعلمنا كيف نتحمل المسؤولية، علمنا كيفاش نتعامل مع الناس، وخاصة علمنا كيفاش نكونوا مخلصين مع الناس، وأيضا تعلمنا أنه ما نفكروش غير في أنفسنا، تعلمنا أيضا نفكروا في غيرنا. كانت البداية تاع على الفترة يعني العام الماضي كانت يعني مجرد أن نسيو كيفاش نلحقوا رسالتنا. الشاب الجزائري ماشي يقدر يدير في الصوالح اللي ماشي ملاح، ولكن يقدر يعطي الحاجات المليحة للأمة تاعو. تقدروا تقولوا باللي الجزائر بخيرها هي بشبابها إن شاء الله. خطانا إذا مضت للدرب واثقة فيه خصال تاع انسان مؤمن، وقت الخير تلقاه، وقت الشده تلقاه. فإن العزم يعصمها من الكلل، نظام العيش يصنعه توافقنا به نحيا حياة. يعني كان عنده يعني شخصية قيادية كما نقولوا في هذا المجال. خطانا إذا مضت للدرب واثقة، فإن العزم إنسان متواضع يعني، وأسرة يعني شريفة الله يبارك. نحيا حياة دونها خلل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة أنا دخلت إلى عالم التطوع كمصور، تعرفت مع صديقي محمد، تعرفت عليه، ومعه هو اللي تعمقت يعني في مجال التطوع والعمل الخيري. الهدف والمهمة يعني المهمة تاعي أنا كان من هذه الخرجات أني نوصل رسالة عن طريق صورة أو عن طريق فيديو أو عن طريق نداءات تاع الناس المحتاجة وغير ذلك. بالنسبة إلى برنامج على الفطرة وتجربة على الفطرة، كانت تجربة رائعة وجميلة جدا. خضناها مع فريق رائع، ومع الإعلامية تانيك أسماء ربحي اللي نشكروها تانيك على هذه الإطلالة تاعها وهاد لاشونس، عطاتنا هاد لاشونس أننا نسيو كيفاش نلحقوا رسالة تاعنا. برنامج على الفطرة الموسم الثاني هي تجربة جديدة، الحمد لله وفقنا ربي أننا
كملنا هذه المشاريع وحققنا للناس الأحلام تاعهم. ويعني حبيت أنا نشكر كما يقولوا الفريق التقني اللي خدموا معنا، المصورين والتقنيين تاع الصوت. خطانا إذا مضت للدرب واثقة، فإن العزم يعصمها من الكلل، نظام العيش يصنعه توافقنا. وإن شاء الله كما يقولوا يتعمم هذا فعل الخير، ما نقدروش كيفاش نعيشوا حياتنا بدون ما نقدموا الخير. نظام العيش يصنعه توافقنا، به نحيا حياة دونها خلل. كان هذا عصام ورؤوف. معنا مصطفى. الأخ مصطفى يعني لبى طلب تاع شباب عون، وهو يعني كان بدون عمل، اقترحوا عليه حرفة في نجارة الألمنيوم. مصطفى كيفاش خضت معنا التجربة وش رايك يعني في هذا المشروع؟ لا غير الحمد لله، جوزنا يمت مع خويا عبد الرؤوف ما شاء الله، دخلنا لوتيلي شفنا الخدمة ما شاء الله عجبتني، وإن شاء الله نكملوا فيها إن شاء الله المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. الأخت ليلى، مرحبا بك. الأخت ليلى يعني كنت معنا في مشروع عون وعندك موهبة ما شاء الله، إن شاء الله تكملي يعني تطوريها، وإن شاء الله يكون المزيد من الإبداع. وش رأيك في هذه التجربة؟ والله غير نشكرهم بزاف عاونوني بزاف، وانا كنت نستنى في فرصه كما هذه ومدوا لي فرصه وربي يهنيهم ان شاء الله. ان شاء الله. جبت لكم هديه اليوم. انا درت لكم هديه بسيطه وتمنى وقفيه شمعة، درت لكم شمعة الامل ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. هذا من بين الاعمال اللي تقوم بها ليلى. أنا قلت لك عندما يعطون الفرصة يبدعون ويبتكرون. نعم إن شاء الله. الأخت ليلى أيضا تكرم يعني شخص وقف معنا منذ بداية المشروع، هو رئيس الفيدرالية الوطنية للحرفيين والصناعات التقليدية السيد رضا يايسي يتقدم معنا. هذه شهادة تقدير للسيد رضا. تفضل. يعني كفيدرالية وطنية للحرفيين والصناعات التقليدية شباب عون قصدوا هاد الفيدرالية، الحمد لله فتحوا لنا ابوابهم وساعدونا بشكل كبير من اجل يعني اعانه او تقديم يد العون للاخت ليلى والاخت ساميه كذلك، خاصه وانه العمل الذي يقوم به هي حرفه، واكيد الفيدرالية دائما تدعم الحرفيين. احنا رانا في الخدمه تاع الساسوا الشباب ولا ساسوا الشابات وساسوا ذو الاحتياجات الخاصه، احنا نمدوا اليد المعاونه لكل حرفي او حرفيه او حرفي اللي ما عندوش شهاده، احنا ندعموه باش تكون عنده شهاده في اقرب وقت باش يقدر يكمل المسيره تاعو، وحنا رانا هنا في خدمه المجتمع المدني. ان شاء الله. شكرا ربي يحفظك. كذلك ندعو معنا ممثل عن جمعيه دير الخير ونساه. تفضل فارس. نعم جمعيه دير الخير ونساه التي عصام تفضل. عمل الجمعيات أو أعضاء الجمعية مهم جدا في مثل هذه المشاريع الخيرية طبعا. شكرا. بارك الله فيك. مصطفى. نطلب الآن من الأستاذ علي بوناب يتفضل معنا من أجل تكريم عصام ورؤوف.
تكريم السي عصام والسي السي عصام والسي رؤوف. الله يحفظكم ان شاء الله. ربي يبارك فيكم. شرفتونا. بارك الله. الله يحفظكم ان شاء الله. راكم فور. ما يحبش واحد. الله يبارك فيكم ان شاء الله. ربي يستركم ان شاء الله ومزيد من العطاءات. ربي يحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله. برنامج على الفطرة دائم ومستمر، وإن شاء الله مبتغانا أن يكون شاملا ووطنيا، ليس فقط في الجزائر العاصمة وإنما في ولايات الوطن، ولما لا حتى يكون عالمي. نشاهد هذا التقرير الذي لم أضع له عنوان غير على الفطرة. على الفطرة اخترناه عنوانا لبرنامج تلفزيوني أردنا من خلاله أن نوصل رسائل إعلامية هادفة أساسها الدعوة للتغيير من أجل الأفضل، وتذكير بأن الخير هو فطرة كل إنسان. عمادها شباب أرادوا أن يسمعوا صوتهم، أن يغيروا الصورة السيئة في نظرة المجتمع لشباب اليوم. فكانت بداية العمل البحث عن مواضيع مهمة حملها الموسم الأول من البرنامج الذي أطل على المشاهد شهر رمضان الماضي. فتجسدت فكرته العامة والتي خصصناها لتغيير السلوكيات السلبية للفرد في 8 حلقات تنوعت بين أهمية العمل، الحفاظ على البيئة، نبذ الجهوية وأهمية النظام، وغيرها من المواضيع التي أردنا من خلال البحث فيها ترسيخ قيم إنسانية وإسلامية ونبذ لتصرفات سلبية. وفي رمضان 2017 أردنا أن نكمل رسالة، لكن هذه المرة بفكرة أخرى هدفها الدعوة إلى إنشاء مبادرات خيرية غير معهودة عند المجموعات والجمعيات الخيرية، وكذا تطوير العمل التطوعي وتنميته. لم نريد أن نركز على عمل خيري ضخم فقط، بل أردنا إيصال رسالة فحواها أن الخير مهما كان بسيطا، مهما استصغرته، له قيمة كبيرة. أردنا أن نقول للشباب أنه بإمكانهم بعمل بسيط إفادة مجتمعهم، يبعثون فيه أملا جديدا وروحا شبانية تتطلع لمستقبل زاهر. لذا فتحنا باب التنافس بين شباب على الفطرة الذين قدموا عملا مميزا بمشروعين جديدين، رفعوا التحدي فرسموا بسمة، أحيوا أملا وشدوا همة وعزيمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فكرة برنامج على الفطرة أردنا بها أن نوصل رسالة إعلامية هادفة مستمدة من قيم ديننا الإسلامي ومن سيرة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. الرسالة أردنا أن يحملها شباب اليوم، شباب المستقبل وقادة الأمم. لهم مني أنا شباب على الفطرة تحية شكر وتقدير على كل المجهودات التي قاموا بها خلال موسمين كاملين من برنامج على الفطرة. شكر موصول أيضا لكل الفريق التقني الذي رافقنا، وأيضا لكل من قدم لنا المساعدة، لكل من نصحنا، ولكل من انتقدنا أيضا من أجل تقديم الأفضل. تمنوا لنا التوفيق في مواسم قادمة بحول الله تعالى. لكم مني أنا أسماء ربحي شكر كبير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونها خلال ليماج مليحه، الصون ما كاش. نبدا ديريكت ولا تسقسيني؟ رحت معاه وخرجنا كيف كيف وصورنا ولحقنا يعني الرساله. هذاك نسيتها كاع؟ ما نسيتهاش، دوك مازال كاين هضره بزاف يا نقولها اليوم جينا مع الشباب وندور عندك. واش كي تبدا تهضر هي؟ ولمحي بلاك كملي عطي باسي. ليك لي راه جاكراك. انا قلت لك بالسيريو كي حنا نهضر، راح تموت بالسيريو جري. بزاف الضوء عماني ولا غير بزاف. محمد سيس قموا من الجهه ديه بعيد شويه. ما قدرتش بزاف هو يقدر، معليش راه. هكذا نقرا شفت تما بصح ما نقدرش. دير نواضر دير. ما نقدر. صحة فطوركم وبارك الله فيكم. عباك مانيش الاز. هدرت على تجربة على الفطرة.
نعاود في البيئة وفي عدة مجالات. اسمحي لي اسمع باك ربتي. الحمد لله يا اخو. عمك يضحك فكرني باللي قلت يا اخو بزاف. فاهم؟ انا فاهم يضحك. قلتها زوج خطرات، قلتها دفوة. بعد ذلك تعرفت على الاخ عصام. الاخ عصام من مجموعه ديال الخير ونساه. رحت ليه كاع يا اخو، ما نحبش كي نتكوبا انا يا اخو. الا ديماريت نهضر خلاص يا اخو. الرسالة أردنا أن يحملها شباب اليوم، شباب المستقبل وقادة الأمم. غلط. نعاود. الرسالة أردنا أن عاود. استنى يا احمد، عميتني يا اخو. استنى او هايل خويا. اسمع عندك وقفه. او مليح صون بون. او هايل خويا بون. سي بون. هذه على الفطرة من أجل الخير، التطوع والإحسان دائما. أغنية الأنشودة التي كنتم تستمعون لها الآن هي هدية من جمعية البسمة التي جاءت ضيفة عندنا من ولاية عين دفلة. يتقدم معنا رئيس الجمعية. يقدم طبعا شهادة شكر يتسلم شهادة شكر من شباب على الفطرة. شكرا. كلمة يعني مناسبة هذا الحفل الاختتامي لبرنامج على الفطرة، وكذا يعني أنا شخصيا أشكركم على كل الدعم الذي تقدموه لنا كجمعية. لا شكر على واجب، وتكملة لكل ما قدمه الإخوة، وأيضا بداية بك وبالأساتذة الكرام الذين عملوا ليل نهار لإنجاح هذا البرنامج. فقط نحن الجمعية الخيرية البسمة من ولاية عين دفلة ومن خلال فرقة أنوار البسمة الحاضرة معنا اليوم أردنا فقط أن نسهم بطريقتنا من خلال وضع شارة هذا البرنامج. شكرا ربي يحفظكم جزيلا. شكرا. الآن أدعو لجنة التحكيم إلى المنصة دائما من أجل تكريمها هذه المرة. نشكر الأستاذ والخبير الاقتصادي فارس مسدور، وأيضا الأستاذ علي بوناب على الحضور وعلى كل هذا الدعم للشباب. الله يوفقك. الله يرضى عليك. الله وفقكم الله. التوفيق. الله يجزيك الخير. الله يوفقك. الله يوفقك. الله يسلمكم. الله يرضى عليكم. شكرا لكم. طبعا الشباب الآن يحتاجون لدعوة خير إن شاء الله بإذن الله منكم. إن شاء الله. أسأل الله العظيم أن يوفقكم وأن يحفظكم، وأن يكون هذا البرنامج برنامجا سنويا وليس برنامجا رمضانيا. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لأساتذتنا الكرام. شكرا. قبل الختام تحية شكر وتقدير لهؤلاء الشباب مني أنا، يعني تعبتهم معايا في البرنامج. نشكرهم بزاف. وعندنا هدية ومفاجأة لشباب راح يتقدم معنا الآن وكالة السياحة والأسفار لبيك السيد يوسف خليل بورعدة من أجل تقديم هدية، وهي 4 عمرات للشباب. طبعا أو يقول لي راكي سيريو، يعني سيريو. طبعا الفضل يعود للأستاذ يوسف خليل بورعدة الذي عجبه بزاف يعني كل المبادرات والمشاريع الخيرية اللي قاموا بها الشباب. كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا الأخت الفضل يعود لله عز وجل، لأنه الاجتماعنا هذا اليوم نبتغي به رضوان الله عز وجل، يعني
من جميع إنسان راهو هنا يبتغي رضوان الله عز وجل. عبد الرؤوف والشباب يعني اللي معك، أنكم أول شيء لابد إخلاص النية في هذا، إخلاص النية لله عز وجل كما قال الأستاذ، عمل دائم طوال السنة ليس في شهر رمضان فقط. لذلك حبيت نشجعكم، احنا وكالتنا لبيك للسياحة والسفر وبصفة المدير العام للشركة ارتأينا أن نعطوكم هدية قيمة، وهي زيارة إلى البقاع المقدسة. وليس هناك أفضل من هذه وليس لها الحمد لله إن شاء الله. إن شاء الله الله يبارك فيكم إن شاء الله. السلام عليكم. الله يبارك فيك إن شاء الله. آمين الله يحفظك إن شاء الله. جزاك الله خير. ربي يجازيك الله. السلام عليكم. هذه هدية صغيرة تاكم للمجموعة إن شاء الله. هو القبة. هو الله يبارك فيك. خلاص شهادات شرفية. شهادات شرفية كهدية. محمد القائد. كل الشكر لك. نتقدم نحن أيضا برنامج على الفطرة وقناة البلاد بشكر وتقدير لك. تفضل. شكرا ربي يحفظك. شكرا. كما نشكر أيضا فندق مازافرون بزيرالدا الذي احتضن سهرة برنامج على الفطرة في موسمه الثاني. تتقدم معنا السيدة حبوش سارة المديرة التجارية بالفندق. شكرا على الاستقبال، مرحبا بك معنا. الخير عليكم، لا شكر على واجب. C'est un honneur pour nous de vous accueillir dans notre hôtel. وكما على بالك on a l'habitude d'accueillir هاد لي زيميسيون عندنا والجمعيات. نعم يعطيكم الصحة، وإن شاء الله دائما فندق مازافرون يكون قبلة للسياح الجزائريين وكذلك الشعب الجزائري. الآن نقدم شهادة تكريم من قناة البلاد وبرنامج على الفطرة. قناة البلاد لفندق مازافرون. شكرا جزيلا. شكرا. نشكر كذلك الحضور الكرام الذين كانوا معنا في هذه السهرة الختامية لبرنامج على الفطرة. أستاذ فارس مسدور، سوف أعمل على نصيحتك وسيكون إن شاء الله البرنامج على الفطرة برنامجا سنويا إن شاء الله يكون وطنيا وعالميا. مشاهدينا في كل مكان، كان هذا الموسم الثاني من برنامج على الفطرة. لم يتبقى لنا سوى أن نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. صح عيدكم، دمتم في أمان الله. السلام هذا البرنامج يأتيكم برعاية المركز التجاري لو غراند توب شوب. قدم لكم هذا البرنامج برعاية لبيك الأقرب إليك.